الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معهم آمين. ما يدري أصلا وش السالفة بس اسمع آمين معهم عادي. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. الله حتى يقول كذا الله اكبر مستانس كبر. الحمد لله. بعضهم كذا. الان لقيت واحد يا اخوان والله العظيم يا اخوان قدام يسوي كذا يقرا هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم. انا بغيت قلت الحين بيسوي كذا الحين. هذا تسخين هذا. انا خايف يجي شد عضلي بالصلاه من كثر الادب. هذه صلاتنا. شوف صلاه الطلاب بالمدارس شلون. ها صلاه الطلاب هذا تحس بقرشع بس لو يقول واحد شوف العالم كلها بالله هذا الصلاه يا اخوان والله العظيم اكبر كارثه الصلاه. او واحد يا اخوان في واحد شيعي رافضي خبيث نجس اسال الله يبيدهم يقولوا امين. انا في المدينه المنوره هم تعرفون شلون يصلون؟ يصلي كذا ويناظر عادي يدافع صلاه. يقول الشيخ عدنان عرض الله يحفظه سأله واحد قال يا شيخ منين حديثهم هذه؟ قال من على كيسه من عنده هذه قطها بقرب حديث يقول الإمام ثم محطها بوحدة والله ما يدري من قال اصلا. لا الحين جايبين لي سالفه يقولون المسمار اذا انعفض هذا غير موالي مو معلي. هذا اللي يدخل بالجدار معلي. عموما انا ادري انهم راح يشوفون المقطع ولكن اتحداهم. مع ان عاد نروح للشرقيه ما يمنع ذلك. العجيب يا اخوان انا ايش كنت اتكلم انا الله لما روحت من كذا اقول الشيعي هذا يا اخوان انا اصلي انا نمشي مع الشباب اللي هو يصلي ينظر لي كذا وانا امشي ينظر لي يا ولد مخازس هو يصلي وانا وياه نعم. قلت واحد من الشباب وقف وانا ارجع قال كذا سلمني والله على الصلاة. عاد عموما صلاتهم باطلة صممت الموضوع بالكامل خله. يا اخوان وفي موقف طريف يا اخوان قبل لا ادخل بالموضوع عطني تكفى اذا اكتب لي ورقه باقي عشان ندخل بالموضوع زين لان الموضوع لابد ان يكون ختامي. في شيبان يا اخوان شيبان يصلون هذه ينقلها عن شايب يقول نصا عنها كذا يقول شيبان حالبين لهم عنز حلبوا لهم حليب وحطوا لهم طلعوا لهم صحن جدحوا كذا يحطونه قدامهم. هم قالوا شلون نبي نصلي هم وقت المغرب قال ولكن نبي نحطه ستره للامام نمديه يبرد بعد الصلاه الا نشربه. يقولون يصلون استووا اعتدلوا الشيبان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الا في عنز جايه تمشي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم وصلت رايح تبدا الحليب اياك نعبد ويتروح صراط الذين ابشركم يسالون هذه من باب الضروره. ما هي من باب الضروره يا شيخ بالضروره الحليب بيروح. فهذا موقف. فيا اخوان انا